ذكرى المفروض نذيعه امبارح ما زعناهوش طبعا. محدش فيكو ناسي بحر البقر، هذه المجزرة الإسرائيلية السافلة. تعالوا نشوفها. يوم 8 ابريل كنت بخبز عجنه وبخبز، ففوجئت بايه بالضرب والطيارات والضرب. فخدت عيالي وطلعت ببص كده لقيت المدرسه وقع. ما كانش عندي استطاعه انني اقف وامشي واروح اجيب ابني، رجليا تعبوني وبركت على الارض ما قدرتش امشي. فلقيت جدعان طيبين جايبين لي ابني، واحد حطه في حجره والتاني شايله من رجليه من ورا وجايبينه عمال يصر دم. من نهار 8 ابريل سنه 70 وانا مريضه وبعاني من المرض بقبض معاش عن ابوهم، بس والله ما بيكفيني دواء. انا من سنه 2009 واني بطالب انني احج تعويض ولادي الاثنين، مش عايزه الا كده تعويض ولادي انني احج. انا كنت في سنه اولى فطبعا دخلنا الفصل فقعدنا بناخد تلقى الدروس، ففجاه لقينا الضرب ومفيش زملاتي كل واحد في ناحيه ومفيش لا سقف ولا حيط ولا حاجه خالص نهائي. اصابتي كان في دماغي هنا وفي وشي كده وفي رجليا. ادونا بطاقه شؤون اجتماعيه فيها 4 خدمات، وظيفه، معاش، 5 فدن، شقه. كده ما خدناش اي حاجه من البطاقه دي خالص نهائي، ولا تكريمات ولا حاجه خالص. وسيادتك شايف المكان مهمش، وحق مركز الحسنيه بالذات ما فيش اي حقوق خالص نهائي، لا مجلس محلي ولا من المحافظه ولا من الوزاره ولا حاجه خالص نهائي. هذه القريه عانت كثيرا من ايام اسرائيل وضربه الضربه الجويه من العدوان الغاشم الإسرائيلي على هذه القرية وعلى أبنائها. ومن 44 سنة وإحنا من ضربة المدرسة دي 8 أبريل وإحنا القرية معدومة من خدمات مية الشرب وطرق وكباري، والمستشفى معمول بقاله 8 سنين وما انفتحش لغاية وقتنا هذا. أول زيارة محافظ لنا امبارح ووعدنا سيادة المحافظ إن هو هيفتح لنا المستشفى. وإحنا هنا في القرية يعني المية بنشتريها يومي، كل منزل بيشتري مش اقل من 5 جنيه ميه يومي على مدار ال 40 سنه او اوعى. انا بنشتري ميه الشرب. ومعدومين من جميع الخدمات، من مرافق الطرق، مياه الشرب، وعندنا هنا مستشفى 4 أدوار مكلف الدوله ملايين، ولعند الوقت ما شغلش الحيط صدى والجزاز بتاعه اتكسر من عدم الشغل. نشدت معالي المحافظ قلت له سيادتك يا فندم الجليدر بيجي هو والجرارات يوم ما بتكون موجود حضرتك، وبعد كده مفيش. فالراجل وعدنا وربنا يصلح الحال، بس عايزين نوصل صوتنا لأكبر المسؤولين في الدولة ينظروا لأبناء هذه البلد التي كافحت وعانت. حد يقول كده بالذمة دي بحر البقر؟ ده مزار، القرية دي مزار. السياح لما يجوا يبقى ده جزء من خطة أو من الرحلة، يروحوا للقرية اللي إسرائيل ضربت فيها، موتت التلاميذ 30 تلميذ، ضربت المدرسة وحصلت. وأنا شايف قدامي في معرض أو متحف للحاجات بتاعت الأطفال اللي ماتوا، والمكان يبقى حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص، والناس حاجة تانية خالص. والناس دي ناس تسجل معاها بالتفصيل وتصورها وتحط صورها في المكان في المتحف. الناس الكبار دول اللي هم حضروا الواقعة، يعني اللي هم حضروا الواقعة يكونوا موجودين بيتكلموا ويقولوا شهاداتهم
ويتصوروا فيديو وتبقى الصور موجوده وصورهم الفوتوغرافيا موجوده وحكايتهم موجوده اهو. شايف ده المتحف اهو. دي حاجه حلوه جدا. انا مش عارف المتحف ده مين اللي بيمتلكه. ده مزار. جريمه لا تنسى. جريمه بحر البقر لا تنسى. لا تنسى على مدى التاريخ. نهتم بالقريه ونعمل طرق ويبقى في ميه واصله وفي كل حاجه. ده انا اناشد ابراهيم محلب رئيس الوزراء. انا عارف ان الحمل تقيل عليه. وادي الشواهد اهي بتاعت الولاد موجوده. وادي كل ده ايه ده كلام ده؟ دي يافطه شهداء بحر البقر يعني. لا عايزه شغل لازم نهتم بيها. وقولوا يلا بينا ندفع 10,000 20 30 ألف جنيه 200 جنيه 5 جنيه 10 جنيه بتاع جنيه ونوضب القرية دي. ده ما يبقاش ده منظرها أبدا ولا ده منظر أهلها. شوية همة. عايزين نعمل الحاجات دي. مهم جدا الحاجات دي في تاريخ مصر وفي تاريخ الشعوب بشكل عام. فاصل عشان نلتقي بشارك. بعد الفاصل شارك، فقرة مفتوحة لهموم الناس.